كريستيانو. يا جماعة، الخبر اللي راح نقولها لكم الآن إن شاء الله ما فيه واحد يعرفه. أنا قريت سوسيولوجي تاع الأشخاص وعرفت ليه كريستيانو رايح مشى للنادي النصر السعودي. كريستيانو حاصروه من كل الأماكن، هو كان ضد المثلية، كان ضد العولمة، وكان مع فلسطين. كريستيانو هذا الشاب كريستيانو اللي زاد في مدينة ألبيرا البرتغال في 85، يعني بالضبط في 5 فبراير، يعني أصنع الأحداث، أصنع يعني هو اللاعب الوحيد اللي سجل 819 هدف. 819 هدف يعني وتفوق على ميسي ب 20 هدف، بأكثر من 20 هدف يعني، و819 هدف مسجلة. هاد الناس اللي كانوا يقولوا أن بيلي سجل 1000 هدف يعني مش مسجلة، يعني كريستيانو كله مسجل، حيث سجل فقط مع ريال مدريد 450 هدف. يعني هو اللي فاز 5 مرات بالبالون دور، يعني الكرة الذهبية، وفاز 5 مرات ببطولة دوري أوروبا، وفاز 4 مرات بكأس العالم للأندية، وفاز 7 مرات بالدوري الأوروبي. هو أكثر لاعب عنده إنجازات في أوروبا، وحتى هو يقولها الآن كما راكم تشوفوا. هو الآن يتكلم سوي اون خوغادور اونيكو، أنا اللاعب الوحيد اللي سجلت أكثر الجونوس ريكورداس أكي، اللي سجلت أكبر الألقاب هنا في أوروبا. يعني هذا هو كريستيانو رونالدو. يعني كريستيانو رونالدو ما هو محتاج فلوس دراهم، ما هو محتاج سفريات، ما محتاج عقارات، عنده عقارات، عنده فلوس، عنده طائرة جيت، عنده كل شيء. يعني كريستيانو رونالدو هو رجل يحب الكرة، هو رجل يحب الكرة، شخص يحب الكرة، ومشى نادي النصر السعودي فقط حتى يواصل تسجيل الأهداف ويبلغ الأهداف أكثر من 1000 هدف. خذوها عني، خذوها عني، خذوها عني، هذا الهدف فقط. هو حاب يسجل أكثر من 1000 هدف، وسيبلغ أكثر من 1000 هدف، لأن كما قلنا هو اللاعب الوحيد في العالم اللي مسجل 819 هدفا، وأهداف كلها مسجلة ومرقمة. هذا هو كريستيانو، ما في هدف آخر. شكرا للجميع، ما تنسونا باللايك والدعم، ونجيب لكم من بعد إن شاء الله أمور أخرى. مع السلامة.